السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب بريب 2 في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وامان. معاكم مستر عمرو حجار ان شاء الله باذن الله. هنبدا النهارده ليسن 2. اهم حاجة قبل ما نبدا زي ما وعدتك ان شاء الله هكون متواجد معاك على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لنا السبسكرايب وتفعل زر الجرس يا بطل عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد هننزله باذن الله. طيب النهارده ليسن 2 بتاعنا، الليسن بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ عن الانترفال. اول مرة اسمع الاسم ده صدقني. بص بقى عشان بقى انت ممكن تجري الفيديو، انا عارف انت تعمل كده، ممكن تقول ايه ده روح مجري الفيديو او ممكن تكنسل وخلاص. بص، اول حته اول جزئيه في الدرس مش مهمه فانت ما ينفعش تجريها. هقول لك ليه، اصبر بقى عليا، لان ده اساس الدرس. مش هتعرف تفهم اللي ورا الا لما تعرف بس اساسيات، لكن اخر كام سؤال في الفيديو دول مهمين جدا 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 ان شاء الله باذن الله، جايين لك كده كده في الامتحان تمام. فاتمنى ان شاء الله باذن الله انا هحاول على قد ما اقدر ما اطولش عليك في الفيديو زي ما وعدتك، يعني على قد ما اقدر يكون نص ساعه تمام. مش طالب منك انك تفضل جايب يا عم كوبايه الشاي بتاعتك او الحاجه اللي انت بتحبها وقاعد كده باشا بتتفرج عليا وتركز معايا وانا بقول كل معلومه. تمام. ماشي يا ابطال، يلا بينا نبدا ونسمي الله. بص يا معلم، النهارده هناخد درس لذيذ اسمه الاوبريشن على الانترفال. طيب الانترفال اللي عندك دي هناخد شويه اوبريشن عليها. طيب تعالى افكرك. اول حاجه احنا عارفين الناتشرال نمبر يا مستر. هنا زي الاكزامبل ده بيقول لك الست اللي اسمها اكس A such that A belongs to N. ال N اللي هو الناتشرال نمبر اللي هي عباره عن الزيرو وال1 وال2 وال3 and so on. تمام يا مستر، احنا عارفين الناتشرال نمبر زيرو ما فيهاش نيجاتيف. بيقول لك ال A اللي هو النمبر ده less than ال4، اقل من ال4. مين اللي اقل من ال4؟ ها 3 2 1 0. تقول لي اوعى تقول لي نيجاتيف 1 عشان انا هنا في الست اسمها الناتشرال نمبر. تمام. فقال لك يا مستر تبقى الاكس بتاعتك الليس ذان 4 3 و2 1 و0. تمام. قال لي ممكن تعملها لي يا مستر على النمبر لاين. قلت له ماشي يا مستر، قلت له ماشي ده عيني ليك. عملت النمبر لاين بتاعي وقلت له مين الليس ذان ال4 اللي هو 3 وال2 وال1 وال0. جيت عند 3 عملت بوينت جميله كده، وجيت عند 2 نفس الكلام بوينت، وجيت عند ال1 وعملت بوينت، وجيت عند 0 وعملت بوينت. مش صعب. تمام. طيب السؤال اللي وراه يعني لسه بنسخن. اخر واحد ده هو دي بدايه الدرس. طيب قال لك x equal a such that a belongs to z. دي تتقرأ كده نقطتين دول هو such that belongs to z. z الانتجر نمبر، انا عارف يا مستر في النص 0 1 2 3 and so on، وقبليها نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 and so on. تمام، يعني الزد اللي هو الانتجر فيها النيجاتيف وفيها البوزيتيف وفيها الزيرو. تمام. تعالى بقى اتعلم بقى. قال لك الزد دي، قال لك الايه مالها بقى؟ بتوين النيجاتيف 1 وال4. تعالى بس نتعلم نقراها ازاي. الايه دي ركز معايا فيها، مش صعبه ان شاء الله وسهله وبسيطه. نتعلم نقرا اول مره يا مستر. الايه دي جريتر ذان نيجاتيف 1 وليس ذان ال4. بس هنا في تحت شرطه، ايه الشرطه دي؟ اللي هي ايكوال، يعني جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 1 وليس ذان ال4، يعني اكبر من او تساوي النيجاتيف 1. مين اللي اكبر من نيجاتيف 1؟ ها نيجاتيف 2. عيب بقى، مين؟ 0. بعد كده 1 2 3. قال لي ليس ذان ال4 اقل من ال4. عارف لو حاطين لي ايكوال اكتب 4، ما حطيتليش ايكوال يبقى خلاص اقف لحد هنا. فاهمين؟ تاني تقرا ازاي؟ جريتر ذان اور ايكوال 1 دي جريتر ذان يابا ايه؟ اور ايكوال جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 1 وليس ذان ال4. ماشي. طيب يبقى قلنا مين الجريتر ذان جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 1 اللي هو نيجاتيف 1 0 1 2 3، وما ينفعش اخد ال4. والله يا مستر لو حطيت لي ايكوال هنا كده فساعتها كنت كتبت ال4. ماشي. طيب تعالى بقى للسؤال الجميل ده. ايه الفرق بين ده وده وده؟ ده هنا في الناتشر وهنا في الانتجر اللي هي الزد. هنا بقى ال A belongs to R
مين الار؟ دي الريل نمبر اللي هو موجود ليسن 1 اللي احنا خدناها. ايه الريل نمبر؟ اللي هو سواء اي نمبر في الدنيا، اتفقت معاك على كده، اي نمبر يقابلك ما عدا يكون تحت السكوير روت نيجاتيف او يكون فراكشن والدينومينيتور بزيرو. صح؟ صح. طيب يعني ايه ريل نمبر؟ اي نمبر 3.58 روت 5 روت 7 اي حاجه ريل نمبر. تمام. قال لي انا جوه الريل، فاول ما تعرف ان انت جوه الريل هستخدم الانترفال. ايه الانترفال دي؟ اللي هو قوسين يابا زي كده، ده كده كلوزد وحاجات اوبن، ولسه هوضح لك كل حاجه بالتفصيل. تمام. يبقى انا اول ما اعرف بيقول لي الاي بيلونجز تو ار يبقى انا هشتغل انترفال. وان شاء الله السنه دي ان شاء الله السنه دي الليسون بتاعنا معظم شغلنا انترفال. طيب يعني ايه الانترفال ده؟ هي فتره. يعني ايه فتره؟ بص يا مستر، بيقول لك الاي جريتر ذان ال 2 وليس ذان ال 4، جريتر ذان اور ايكوال 2 وليس ذان اور ايكوال 4. يعني ايه يا مستر؟ من ال 2 لحد ال 4. طيب من ال 2 لحد ال 4 قول مين واحد يقول له بقول لك يا مستر انا اقول 2 ماشي، بعدين 3 ها 4 وخلاص كده يا مستر. ما ايه سهله ايه، مش محتاجه ونحطها في 6. لا يا باشا الكلام ده غلط. ليه؟ لان في ديسيمال نمبرز بتوين الهول نمبر، في بتوين ال 2 وال 3 انفينيت نمبر ديسيمال. يا راجل الله، ده انت عايز تكتب بتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ 2.0 2.0 مثلا 1 2.1 2.3 النمبر كتيره جدا. طب انا اكتب كل دول غير ال 3 غير ال 4؟ دي ارقام كتيره جدا. فقال لك عشان اريحك وتريحني، وطبعا ما فيش حد عارف يعملها اصلا يكتب كل النمبر دي كلها عشان الراشونال نمبر فيها ارقام ديسمال كتير. قال لي بص احنا هنحطهم في ايه؟ في ايه؟ هنعمل براكت كده في الانترفال بتاعنا. تمام؟ تمام. طيب عشان نكون متفقين، بس عشان ما تحسش ان الدنيا صعبه ولا اي حاجه، ما تتوهش مني. احذف لك دي ثانيه كده اهي يابا. احنا في الار، طالما الار نستخدم الانترفال بتاعي، علامه الانترفال بتاعي. بص يا حبيبي بيقول لي هنا كام؟ بيقول لي هنا من ال 2 لحد ال 4. انا شغال من ال 2 لحد ال 4. اسالك سؤال وترد عليا. ال 2 عندها ايكوال؟ عندها ايكوال يبقى كلوز تتقفل. ال 4 عندها ايكوال؟ ايكوال يبقى كلوز تتقفل. والله يا مستر طب افرض مفيش ايكوال. واحد انا عارف انا احب الاسئله دي. انت قاعد دلوقتي واحد صاحي وفايق يقول لي بقول لك يا مستر طب افرض هنا مفيش ايكوال. عينيا اقول لك انا يا باشا لو جيت قلت لك الاكس يابا مثلا هنا 4 وهنا مثلا 10، هسالك سؤال اكتبها لي بالانترفال. بص يا مستر هنا الاكس مالها بقى؟ الاكس ده رمز عندي هنا في الماث مش اللي في دماغك. تمام؟ ركز معايا وصفي دماغك. تمام؟ وان شاء الله الدنيا بسيطه وسهله. ماشي. احنا هنا عندي الاكس مالها بقى؟ بين ال4 وال10. هتقول لي الاكس دي عشان اكتبها بالانترفال ادي يا مستر ال4 وادي ال10 فيها ايكوال فتقفلها لي كلوز. ال4 ما فيهاش ايكوال. طالما ما فيهاش ايكوال بتبقى اوبن. بتبقى ايه؟ اوبن. يعني ايه اوبن يابا؟ تبقى كده كلوز. لو اوبن يبقى زعلانه منها اللي هي مديها ظهرها كده يابا. تاني لو في ايكوال تبقى كلوز مديها وشها. لو ما فيهاش ايكوال تبقى تلاقيها مديها ظهرها. زي يابا الفور هنا ما اديتهاش وشها عشان ما فيش ايكوال فراحت ايه؟ زعلانه منها واديتها ظهرها. ماشي. شايف انت الشرح اللي شرحته ده؟ وقلنا بقى هنعملها ازاي على النمبر لاين. هنيجي عند ال2 طالما في ايكوال فنعمل سيركل كده، وعند ال4 نعمل سيركل كده ونوصل بينهم. كل اللي بينها ده هو ده من ال2 لحد ال4. بقول لك يا مستر حاول اوضح لي الدنيا. عيوني يابا، ما انا جاي هنا ليه؟ عشان اوضح لك الدنيا. بص يا معلم لو جاب لك انترفال زي ده وعايز يكتبها بطريقه الديسكريبشن. يعني ايه الديسكريبشن؟ دي حاجه هنفضل حافظينها على طول. انترفال يبقى يبقى انا شغال فين؟ في الار. طب شغال في الار انت يا مستر؟ شغال في الار. عقبال عندك من شغال في الار انت كمان. الاكس ايكوال يلا يابا اكس such that x belongs to r تتحفظ وتعمل القامه.
في اي ديسكريبشن ثابته طالما فيها انترفال. يعني يا مستر اكس، احفظ معايا يلا قول ايكوال، ها قول اكس such that اكس belongs to or، ها تاني اكس، يلا يا عم ادينا عمالين نتملى، اكس such that اكس belongs to or. طب يا مستر تاني اكس ايكوال، ها اكس such that اكس belongs to or. ماشي، والقامة بتاعتك الجميلة اللي زيك ماشي. وهنا نكتب مين الانترفال، يعني يا مستر وعلى حسب هنا يا عم قال لك الانترفال بين مين ومين؟ بين ال 2 وال 6، يبقى اقول له الاكس بتاعتي انكلودد، يابا اعمل كده تبقى انكلودد بتوين ال 2 وال 6. فتروح ما انت جاي شاطر اشطر مني، انا عارف اللي انت اشطر مني. تمام، هنكتب 2 ونكتب 6. طيب كلوزد يبقى في ايكوال، كلوزد يبقى في ايكوال. ماشي ماشي، تعالى نكتب دي، ها الاكس بتوين مين؟ النيجاتيف 2 7 حبيبي يا مستر، اكس هنا بالنيجاتيف 2 ماشي وال7. تمام، وبعدين هقول لك انا هبص ال7 مقفوله عليها كلوز يبقى فيها ايكوال. تمام، تقول لي يا مستر هنا احط ايكوال عند ال7. تمام، النيجاتيف 2 زعلانه منها مديها ظهرها مش مديها وشها، يبقى اوبن، تبقى تسيبها اوبن ما تحطلهاش ايه؟ تبقى تسيبها يابا اوبن ما تحطلهاش ايكوال. ماشي ماشي، طالما مفيش ايكوال تبقى اوبن يابا ما تحطلهاش طالما اوبن ما تحطلهاش الايكوال. ماشي ماشي، ناخد حاجه كمان. الاكس هنا بين كام وكام؟ بين نيجاتيف 1 وكام؟ و3. ادي النيجاتيف 1 وادي 3. طيب ال3 مالها؟ متظلله كده يابا ولا مفتوحه؟ لا اوبن يابا، مديها ظهرها. نيجاتيف 1 اوبن يابا. ماشي ماشي. طيب هنا برضو نفس الكلام، بس انا عايز بقى اخش على حاجه جديده اللي هو ازاي؟ اللي هو النمبر لاين. بس تعالى نكمل دي. انت عندك الاكس بين كام وكام؟ جاوب معايا دي بقى، قول لي الانترفال بين ال 2 وال 8 جريتر ذان 2 وليس ذان 8. تاني جريتر ذان 2 وليس ذان 8. اقراها كده. يقول لي ما بعرفش اقراها يا مستر، عيب بقى ما تقولش الكلام ده، ده انت راجل في جريب 2. جريتر ذان 2 وليس ذان 8. يلا يابا يبقى تقول لي بين ال 2 وال 8. تمام يا مستر، وبعدين هتعمل لي يابا يا 2 انت عندك ايكوال يا 8 انت عندك ايكوال، يبقى الاثنين اوبن يا مستر حبيبي. اديها ظهرها اديها ظهرها يابا. ماشي، تعالى نكتب دي بالديسكريبشن. انت عمال تقول لي يا مستر عمال تاخدني هنا وسايب النمبر لاين، هنعمله كله مره واحده وسهل ولذيذ مش صعب. طيب بالنيجاتيف 1 و3 هتقول لي يا مستر دي الاكس. ماشي يا عم ماشي، ادينا نيجاتيف 1 وهنا 3. اسالك سؤال، الاثنين مالهم اوبن يعني ما فيهاش ايكوال. ماشي يا مستر ماشي. بص بقى تعال نتفق على حاجه، ودي انا ايه شايلها لك يابا عشان انا بحبك. ماشي ماشي، تعال ده نمبر لاين يابا. ماشي، وهنيجي هنا نعمل هنا سهم كده اهو جميل زيك، وهنا نيجي نعمل هنا سهم جميل زيك برضه. ماشي، وبعدين هنعمل ايه يا مستر؟ بص يا معلم، على يميني احنا عارفين في النص الزيرو، تمام؟ امشي معايا في الحاجات دي مش صعبه. على يميني انفينيتي، على شمالي نيجاتيف انفينيتي. دي اسمها انفينيتي يابا. عارف من 1 2 3 4 اند سو اون لحد الانفينيتي، ونيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 لحد نيجاتيف انفينيتي يابا. تمام، وفي النص زيرو، يبقى في النص زيرو. تمام، على يميني كده يابا لحد الانفينيتي، على شمالي نيجاتيف انفينيتي. ماشي، وطبعا كده بوزيتيف وكده نيجاتيف. طيب عايزين نمثل الحاجات دي على النمبر لاين. طب واحده واحده كده هنعمل ايه؟ بص يا معلم، هنعمل ادي النمبر لاين بتاعي، مش صعب ان شاء الله. ادي النمبر لاين، ادي النمبر لاين، ادي النمبر لاين، ادي النمبر لاين. الله، ما طلعت سهله ايه؟ ركز معايا. هنعمل ايه؟
الاسهم بتاعتنا. سلام يا سلام. على اليمين بص انا بطبق لك في كله، اليمين انفينيتي شمال نيجاتيف انفينيتي، اليمين انفينيتي شمال نيجاتيف انفينيتي، اليمين انفينيتي شمال نيجاتيف انفينيتي، اليمين انفينيتي شمال نيجاتيف انفينيتي. قول يا مستر. طب بعدين اليمين انفينيتي شمال نيجاتيف انفينيتي لحد ما تحفظها، اليمين انفينيتي شمال نيجاتيف انفينيتي. ماشي تمام. وبعدين يا مستر يا جميل هتعمل ايه معايا؟ بص يا معلم عشان نعمل الكل خير، الاكس بتاعتك بين ومين مين؟ ال2 وال6. طبعا واحد بقى ما احبش انا بص عشان ايه؟ يقول لي بقول لك يا مستر نقعد نكتب 0 1 2 هنا، لا 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 هما الرقمين بس بالعقل بالتقريب. ينفع اكتب ال6 هنا وال2 هنا؟ ال2 بعد كده ال6 صح ولا لا؟ مش بقول 0 1 2 4 1 0 1 2 3 4 5 6 فنبدا بال2 الاول. واحد يقول لي مثلا انت حطيت ناحيه النيجاتيف يابا، ده رسم تقريبي يعني مش دقيق بالفعل، فاهمني ولا لا؟ فهنكتب ال2 ماشي يابا ونكتب مين؟ ال4. طيب هنا برضو نفس الكلام 2 8 هنكتب ال2 ونكتب ال8. طيب نحل اول اتنين. ال2 انت اوبن ولا كلوزد؟ يا مستر في ايكوال تبقى كلوزد. يا مستر ال6 فيها دي 6 يابا لا ناقص. شكرا لو انت قاعد مركز بقى وزي ما ده الحق ده المستر غلط ده 6 ماشي. العتب على النظر يابا ماشي. ال6 هنا فيها ايكوال فيها ايكوال يبقى كلوزد ماشي. وتعمل ايه يا جميل؟ تمام تلاقي تظلل اللي بينهم كده. انا معايا تظليل والوان وحاجه جميله قوي. تمام يلا يابا يلا يا معلم نفس الكلام. هنا برضو انت عندك ال2 فيها ايكوال فاش ايكوال يبقى اوبن سيركل يابا كده فاضيه. وال8 فيها ايكوال ما فيهاش يا مستر ايكوال يبقى اوبن يعني مش معايا. تمام وتعمل ايه؟ ونظلل اللي بينهم. انا احب البنك تعالى نعمل لا يا سلام اللي بينهم تظلل اللي بينهم مالكش دعوه بيهم هم. ماشي تعالى في دي من نيجاتيف 1 من دي يابا نيجاتيف 2 7 ادي النيجاتيف 2 بعد كده ال7 السيركل بتاعتك الجميله. تمام وبعدين مستر نيجاتيف 2 ما فيهاش ايكوال سيبها فاضيه اوبن. هنا في ايكوال اهي تبقى كلوزد. ونعمل ايه؟ ونلون اللي بينهم. احب انا البينك ده تعال نجربه. ولا ده ايه ده؟ ده بيربل اوكي ماشي. ونظلل اللي بينهم قشطه. تعال نخش على اللي تحتيها. بص يا معلم بص يا كبير هنتفق على حاجه. هنا بيقول لك ايه؟ من الفور لحد الانفينيتي. طب ما تعمل الفور بس الاول اهي يا مستر. هدول اللي محطها هنا يا عم حطها في اي مكان ما تتعبش دماغي بقى. ماشي طيب ادي الفور هنا كلوزد ولا اوبن؟ لا مستر ده كلوزد صح ولا لا؟ يا مستر ده كلوزد. طيب تمام بيقول لي من الفور لحد الانفينيتي دي ماشيه يابا لحد الانفينيتي. انت فاهمني؟ ماشيه يابا لحد الانفينيتي. فانا اعمل سهم كده يابا لحد الايه؟ الانفينيتي يابا. طيب وبعدين يا مستر ولا نعمل نلون يابا. احب انا الون قوي ومبسوط قوي بالتلوين ده. من الفور لحد الانفينيتي. تمام هنا الاكس ليس ذان 2 ليس ذان نيجاتيف 2 ادي يا عم اقل من النيجاتيف 2. بص انت كده تعالى اكتب النيجاتيف 2 بتاعتك وادي اوبن ولا كلوز في ايكوال يبقى كلوز. اقل من النيجاتيف 2 اقل هروح للبوزيتيف ولا اروح للنيجاتيف؟ طبعا اقل هروح ناحيه النيجاتيف. فاعمل سهم محترم جميل زي حضرتك وتعملها لي يابا كده اهي وتلون لي دي. الاكس ليس ذان نيجاتيف 2 اقل من نيجاتيف 2 يعني نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 نيجاتيف 6 اند سو اون. فطبعا نمبر ديسيمالز كتير الراشونال ونمبر كتير جدا. تمام
فنكتبها ازاي انترفال؟ انت قلت لي يا مستر لسه نيجاتيف 2 يعني من نيجاتيف 2 لحد النيجاتيف انفينيتي. طب بس اما اجي اكتب الانترفال ركز معايا بالله عليك في الحاجات دي عشان دي مهمه. يا رب ما تكونش سرعت الفيديو ولا كروت الحته دي. يا ريت لو ما سرعتش بكتب في الكومنتات. تمام؟ تمام. يا رب انا بتمنى يعني. هتقول لي يا مستر الاكس دي ازاي نيجاتيف 2؟ نيجاتيف 2 يعني من نيجاتيف 2 لحد الانفينيتي خطا شائع. فهتكتب لي نيجاتيف 2 ثانيه كده نمسح دي بس ايه. تعالى واحد يقول يا مستر تعالى نكتب نيجاتيف 2 ولحد النيجاتيف انفينيتي. تمام؟ ونطلع غلط يابا. ليه؟ الانترفال ده راجل محترم والترتيب بالنسبه له مهم. يعني ايه الترتيب بالنسبه له مهم؟ قال لي احنا بنبدا من الصغير لحد الكبير. يعني اما نيجي نكتب النمبر من اصغر رقم لاكبر رقم فاحنا هنبدا. فالترتيب مهم عشان تبقى مركز يا معلم. هتيجي تقول لي يا مستر مين اصغر رقم؟ النيجاتيف 2 ولا النيجاتيف انفينيتي؟ طبعا نيجاتيف انفينيتي. تقول لي يا مستر ده انفينيتي كبير. ما انا قلت لك النيجاتيف بيقلل كل ما يكبر كل ما قيمته تقل حبيبي. فانا هبدا بالنيجاتيف انفينيتي الاول بعد كده النيجاتيف 2. دايما دايما دايما. تمام؟ دايما. ايه اللي دايما؟ النيجاتيف انفينيتي والانفينيتي اوبن. دايما دايما على اي حال اوبن يابا. تمام؟ النيجاتيف 2 تعالى نبص عليها. في ايكوال؟ يا مستر الصراحه في ايكوال. طالما في ايكوال يبقى نعمل ايه؟ كلوزد يابا. تمام؟ تمام. الوان وحاجات ومروق عليك. طبعا احنا ما كتبناش دي. هنا من الفور لحد الانفينيتي. هنا الاكس مالها بقى؟ ماشيه جريتر ذان ولا ليس ذان؟ ها؟ قول لي بقى بيقول لك من الفور لحد الانفينيتي جريتر ذان. جريتر ذان مين؟ الفور. ماشي؟ ماشي. انا قلت الصراحه وطبعا هنا اوعى يا مستر تنسى ده هنا دي كلوزد ده يبقى حط ايكوال جريتر ذان وايكوال 4. ماشي؟ ماشي. حاولت بس احاول اظبط لك الدنيا ونحط النقط على الحروف كده ونظبط الدنيا مع بعض. بص يا معلم بقى الحاجات دي مهمه جدا 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 جدا. بص يا معلم احب ان انا الطالب الفاهم والدنيا والله العظيم ان شاء الله باذن الله هحاول اوضحها لك والدنيا سهله جدا ان شاء الله وتبقى انت راجل فاهم ومحترم وجميل. بص يا معلم اول حاجه هنعملها هي النمبر لاين بتاعي جميل زيك كده. وبعدين نعمل هنا يابا سهم من هنا والسهم من هنا. علم مين؟ انفينيتي حبيبي. هو على ما اعتقد الفيديو ده هيطول شويه بس مش مشكله. مش مشكله بس يكون في مصلحتك ولا كروتك؟ تقول لي لا. ماشي. على اليمين انفينيتي على الشمال نيجاتيف انفينيتي. ماشي؟ ماشي. في النص الزيرو طبعا. تمام. طيب احنا فاهمين الكلام ده طبعا. ماشي. احنا عارفين النمبر لاين كله اللي هو الار اللي نهيت لك بيه الدرس اللي فات. قلت لك الريل نمبر اللي هو النمبر لاين كله اللي هو الار من نيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي. تمام؟ تمام. قال لي تعالى بقى ناخد شويه حاجات يا مستر. قلت له ايه؟ قال لي بقول لك حاجه انا عندي حاجه اسمها ار بوزيتيف وعندي حاجه اسمها ار نيجاتيف. على اليمين بوزيتيف وعلى الشمال نيجاتيف. هو البوزيتيف من بعد الزيرو ما ينفعش الزيرو لان الزيرو ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف. تمام. فيبقى ده اسمه ار بوزيتيف على الشمال ار نيجاتيف. طيب وفي النص الزيرو. طيب وبعدين تعالى بقى ناخد شويه ديفينيشن ان الار من نيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي ودي مهمه جدا جدا. المعلومه دي مهمه جدا. يعني ايه ار بوزيتيف؟ يعني من الزيرو لحد الانفينيتي. غلط. ده الزيرو هنا اوبن يعني مش معايا. يعني من بعد الزيرو لحد الانفينيتي. طب ويعني ايه ار نيجاتيف؟ يعني من نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو. تمام. احنا قلت لك لما نيجي نكتب انترفال بنكتبه من الشمال لليمين. يعني عايز اكتب ار نيجاتيف من نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو. طب عايز اكتب ار بوزيتيف من الزيرو لحد الانفينيتي. تمام. وقلت لك ده من النيجاتيف انفينيتي والانفينيتي اوبن. ماشي؟ ماشي. يعني الار نيجاتيف مالها بقى؟ الار نيجاتيف مالها؟ قول لي. الار نيجاتيف من النيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو لكن ار بوزيتيف من الزيرو لحد الانفينيتي. ده لازم تبقى عارفها يابا. ماشي؟ ماشي. بس اوبن.
قال لي افرض بقول لك يا مستر قلت لك ار بوزيتيف يونيون الزيرو، ار بوزيتيف دي بلس زيرو، مش الزيرو هنا اوبن هخليه ايه؟ كلوز. يعني ار بوزيتيف ومعايا الزيرو، هو قال يونيون هنا يبقى قال لي ضيف للزيرو، وار نيجاتيف يونيون الزيرو فساعتها اخلي الزيرو كلوزد برضه. ماشي. يعني ايه ار ستار؟ اخر حاجه ستار يعني شطوره ليها نجمه، والنجمه يعني ما فيهاش الزيرو عشان الزيرو ده بتاع الفاشلين. تمام؟ تمام. فلما اجي اقول لك ار ستار هو عباره عن البوزيتيف يونيون النيجاتيف، تمام؟ او الار كله ما عدا الزيرو. يا اما بوزيتيف يونيون النيجاتيف او الار كله ما عدا الزيرو. ماشي يا ابطال؟ ماشي. طيب عرفنا ار بوزيتيف يعني البوزيتيف كله ما عدا الزيرو، الزيرو هيبقى اوبن، وار نيجاتيف النمبر لاين من زيرو من نيجاتيف انت لحد الزيرو بس الزيرو هيبقى اوبن برضه. فاهمين ولا لا؟ وار ستار يعني ار كلها ما عدا الزيرو. بص يا ابطال دي سهله جدا ان شاء الله وهتحل على السريع باذن الله. يلا بص كده بينا مع بعض. يلا انت عندك ايه؟ الاكس بيلونجز تو ار، والاكس بين النيجاتيف 4 وال2. هتيجي عند نيجاتيف 4 يا معلم انت اشطر مني، تمام؟ وتعمل سيركل جميله زيك كده، وتيجي عند ال2 وتعمل سيركل جميله زيك كده. وبعدين يا مستر هنشوف يا هنا عند ال2 في ايكوال فاعمل لها كلوز يا مستر. ماشي. هنا مفيش ايكوال تفضلي اوبن زي ما انت، وبعدين هنلون يا باشا، نلون اللي بينهم. ماشي يا مستر انت يا سلام على تلوينك. تعالى فهمتش دي؟ تعالى نفهم دي. هنا بيقول لك الواي جريتر ذان النيجاتيف 5. فين النيجاتيف 5؟ مش عارف والله. فين هي يا مستر اهي؟ نعمل السيركل بتاعتي. في ايكوال؟ في ايكوال يبقى كلوزد. جريتر لحد الانفينيتي صح ولا لا؟ فيفضل ماشي كل ده لحد الانفينيتي، يمشي كتير قوي رجلها توجعه. فهنعمل ايه؟ هنظل دي. ماشي؟ ماشي. فوق كده وركز معايا. انت عندك الايه هنا بين كام وكام؟ بين ال1 والنيجاتيف 2. ال1 والنيجاتيف 2. في النيجاتيف 2 اهي. ماشي. ربنا يعلم انا بصورك الفيديو ده الساعة كام؟ الساعة 2 بالليل. فجالك في اخر يوم والله جاي عشانك، عشان احاول انزل لك ان شاء الله في الاسبوع فيديوهين. فاهمني؟ في الاسبوع انزل لك ان شاء الله في الاسبوع انزل لك فيديوهين، يعني درسين. ممكن نقعد نحل مسائل كتير، يعني انت وحظك معايا يعني ان شاء الله باذن الله. فانت يا بطل يعني انا بحاول اجعل نفسي واحاول اوضح لك الدنيا، فانت يا ريت يا ريت يا ريت تتفرج على الفيديو كامل، ما تقعدش تجري. ماشي؟ ماشي. لان والله اللي جاي ده مهم قوي 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 جدا، جاي في الامتحان ان شاء الله اللي جاي ده. طب وده ما ده تمهيد للي جاي، فبيجي برضو مهم يعني برضو. طيب نرجع للسؤال بتاعنا. النيجاتيف 2 كلوزد يابا عشان في ايكوال. طب خلاص يا مستر ال1 اوبن يابا. ماشي. ونعمل ايه؟ نظلل اللي بينهم. يلا يا معلم ظلل يابا. ماشي. يلا بقى تعالى نخش على اللي وراه برضه نفس الكلام. يلا على السريع كده. يلا بقى يا مستر بقى على السريع. يلا ها نيجاتيف 3 و3. ها تيجي عند نيجاتيف 3 وسيركل وعندي 3 وسيركل. الله 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 مستر بيجري كده ليه؟ والاثنين اوبن. يلا يا مستر وصل بينهم وانت اشهر منه يا مستر وتعمل ظلل كده. الله الله الله. يلا الواي ليس ذان نيجاتيف 2. مستر واحده واحده يا مستر. واي ليس ذان نيجاتيف 2 يعني النيجاتيف 2 اعمل سيركل. ليس ذان اقل نمشي ناحيه النيجاتيف انفينيتي. ماشي. تمام تمام. وعايز تلونها يا معلم لون اهو. طب اوعى تنسى يا مستر هنا مالها؟ النيجاتيف 2 دي مالها؟ اوبن ولا كلوز؟ طالما في ايكوال يا مستر تبقى ايه؟ كلوزد. يلا يا معلم خش اللي وراه اهو ده يابا. ستوب بقى. الكبير وصل. ده الدرس، ده الامتحان. انا بقول لك اهو ده ان شاء الله باذن الله هيبقى السؤال المطلوب في الامتحان. ركز معايا. ماشي يا عم؟ بالله يا رب بس ما تكونش زهقت وقفلت الفيديو يا رب، ده مهم جدا. اهو اجيب لك مثال التاني التالت. 3 افكار محترمين وبيجوا انا وانت اهو. امتحان شهر، امتحان اخر السنه جاي ان شاء الله.
ما تخافش ما تخافش، والله ما صعب ان شاء الله باذن الله. يلا يا معلم يلا. طيب بص يا معلم، بيقول لي ايه؟ انسر ذا فولوينج كويشن. مديني كام ست؟ مديني 2 سيتس. طيب مديك اول انترفال عندك، مديك الاكس من نيجاتيف 2 ل 2، ومديك الانترفال الثاني اللي هو الواي من 1 ل 4. عايز يجيب الانترسكشن بينهم، اكس انترسكشن واي. يا مستر انترسكشن دي انا بتلخبط منها، واليونيون الانترسكشن اللي باصه لتحت كده دي يعني اللي المشترك اللي بينهم، اللي مشترك من فوق وتحت. طب اليونيون اللي هو الاتحاد، باخد كل اللي في اكس وكل اللي في واي. تعالى ناخد مثال عليه ونفهم، وان شاء الله الدنيا بسيطه باذن الله. يلا بينا كده. قبل ما نبدا صلاه على النبي وتركز معايا، والله والله بجد صدقني السؤال ده مهم، عمال نبع عليه عشان ايه؟ عشان بيجي في الامتحان وانت بتكروت الدنيا فيه. بص يا معلم، بيقول لي فاين باستخدام فاين باي يوزنج النمبر لاين. اول حاجه هنعملها مش هعمل حاجه غير اعمل نمبر لاين جميل زيك كده اهو. ماشي ماشي. تقول له يلا يا مستر ان السهم الجميل، ان السهم الجميل تمام. وبعدين على اليمين انفينيتي، على الشمال نيجاتيف انفينيتي. والله يا ابني انا ما لحد دلوقتي لسه ما غيرتش حاجه. طيب بص بقى النمبر دي هنحطها ازاي؟ اظهر رقم كام؟ نيجاتيف 2. حط يابا هنا اهو. ماشي. بعد كده ال1 ولا ال2؟ لا ال1 تمام. بعد كده ال2 ولا ال4؟ ال2 يا مستر. ايه يا عم انت جاي تختبرني في حاجات زي كده؟ اصبر بس عليا. والله الناس بتلخبط. تمام 4. طيب تعالى نعمل اكس، نتفق على حاجه. الاكس فوق الواي تحت. عايز تشقلب ماشي. في ناس تحطهم راكبين فوق بعض كده اما نظر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يابا انا احب اخلي الاكس فوق والايه والواي تحت. ماشي. ف انت عندك الاكس من نيجاتيف 2 لحد 2، فتعمل ايه؟ بص يا معلم، هتيجي عند نيجاتيف 2 وتعمل سيركل جميله زيك كده، ولحد 2 وتعمل سيركل جميله زيك كده. طيب الواي من 1 لحد 4، الواي من 1 لحد 4. بس انا بس ايه هعمل حركه كده جميله كده بس من ال1. تمام. انا بس هتقول لي طب ال1 يا مثلا انت خبيت اهو. يلا هنعمل بس سيركل كده يلا. ماشي لحد ال4 اهو. ماشي. قلت له مثلا عملتها كده ليه؟ يعني بس عشان ما اضيعش الرقم يعني. المهم ادي ال1 يابا. طيب اول حاجه خلاص كتبت النمبرز تمام. يلا تعالى نشوف بقى كلوزد ولا اوبن ولا الكلام الجميل بتاعك اللي انت بتحب تعمله ده. الاثنين اوبن فوق الحمد لله، فروح ما موصل بينهم كده يا معلم. تمام تمام. وبقى قلمك الجميل وتظلل يا معلم بينهم. ماشي. ودي مين؟ دي الاكس صح؟ طيب الواي من 1 ل 4. تمام. الواي يا مستر من ال1 ل 4، من ال1 ل 4 اوصل بينهم. تمام. بس تعالى نتاكد ال1 اوبن ولكن ال4 كلوزد، فانت تعمل لي ال4 دي كلوزد. ماشي. وهي تقول لها مثلا انا ظلل كده، ظلل يعني. ماشي ماشي. وبعدين مش هنعمل حاجه. هو عايز مين؟ عايز اكس. مالها الاكس؟ انترسكشن مين؟ الواي. وهنا عايز اكس يونيون واي. بص يا معلم، يعني ايه انترسكشن اكس انترسكشن واي؟ يعني عايز ايه اللي مشترك فوق وتحت؟ ايه اللي مشترك فوق وتحت؟ مين الحته المتلونه فوق وتحت؟ دي يا مستر. من كام لكام؟ من ال1 لل2. تمام. روح ما انت جاي زي الشاطر تقول له مستر اكتب هنا 1، نكتب هنا 1. ما تكتبش ليه؟ مش هزعلك، اكتب ده في اهو اشتغل اهو. من 1 لحد ترك الحته الانترسكشن دي صح؟ من 1 لل2. ماشي. ال1 ماله؟ اوبن. ال2 اوبن برضه. تمام. تعالى هنا في السؤال المحترم ده اكس يونيون واي، من الاكس لحد الواي.
من الاكس لحد الواي. يلا يابا، يعني من نيجاتيف 2 لحد الواي، كل ده يونيون يابا لحد الواي لحد الفور. النيجاتيف 2 مالها اوبن تنزل زي ما هي، والفور كلوزد نقفلها يابا. ماشي ماشي. ما فهمتش ده؟ انا عملت ايه؟ حطيتها مع النمبر لاين وقعدت الون ونشوف الاكس انترسكشن، يعني متلون فوق وتحت. اليونيون بدايتك ونهايتك للاكس للواي. صعبه؟ لا ان شاء الله سهله. ما فهمتش ده؟ تعالى ناخد مثال تاني ووضح الدنيا اكتر وفي شغل محترم. بص يا معلم تاني، هيقول لك باي يوزنج نمبر لاين، مديك تو انترفال وعايز يجيب اليونيون وعايز يجيب الانترسكشن، تمام؟ وعايز يجيب الاكس ديفرنس واي، واي ديفرنس اكس، واكس داش. واحده واحده بقى يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نبلع المعلومه دي. انا شفت ريقي، ربنا يسامحكم. يلا بينا. مش مشكله مش مشكله. بص يا حبايبي، هنا اجيب لك تو انترفال، تمام؟ تمام. عايز اجيب اكس يونيون واي واكس انترسكشن واي. واحده واحده كده عليك. تعالى اول حاجه نعمل النمبر لاين يا مستر بتاعنا. تمام. انت هتقول لي يلا يا مستر، ده انا بقيت شاطر جدا بقى في الحاجات دي. هو ايه الديفرنس وايه الحاجات دي؟ ما تخافش يابا، اشرحها لك دلوقتي. على اليمين انفينيتي، على الشمال نيجاتيف انفينيتي. طب ما عملت لك عمال تقول دلوقتي ايه؟ انت كل مره بتفاجئني بسال بحاجه معينه. يعني سيبك تتفاجئ في الامتحان ولا افاجئك هنا؟ افاجئك هنا يابا، انفخك هنا، افاجئك هنا، ان شاء الله في الامتحان تعرف تحل. ماشي. اتفقنا الاكس فوق والواي تحت، بس لما نيجي نكتب النمبرز بنكتبها من الصغير للكبير. طبعا النيجاتيف انت كتبناه خلاص. طيب هيبقى مين؟ النيجاتيف 1، بعد كده 3، بعد كده 3. ايه ده؟ مفيش غير نيجاتيف 1؟ الله. بعد كده 3. طيب بص يا معلم، يلا من نيجاتيف 1 ل 3. ادي نيجاتيف 1. نعمل عليها سيركل محترمه كده. او ما انا معلش بقى، انا مش عايز اقعد اعمل الخط ده. اوبا، اللي انا عملته ده مش مشكله مش مشكله مش مشكله مش مشكله مش مشكله. ظبطتها تاني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا النيجاتيف 1 هنعمل خط عشان ما نزعلش تاني. نعمل عليه سيركل كده لحد 3. يلا يا 3 انت كمان سيركل جميله زيك اهو. طيب هنا كلوزد وكلوزد. يلا يا معلم كلوزد. حاضر يا مس عينيا. يلا اهو يابا، ده انا عينيا ليك يا ابو الاساتيز. ماشي. وتلون بينهم وتسميها اكس. طيب يلا ايه؟ ونسميها اكس. طب انا احب الون بكده ولا اللون بالالوان الجميله دي؟ تعالى نعملها باليلو الاصفر الجميل ده. طيب دي مين؟ دي الاكسايه. الاكسايه بتاعتي. يلا يا مستر، احنا اتفقنا اللي فوق بنعمل الاكس من نيجاتيف 1 لحد 3. تمام؟ عرفنا ازاي بنكتب الاكس. تعالى يا معلم نتعلم نكتب الواي من نيجاتيف انفينيتي لحد 3. طب فين ال 3 بس الاول؟ اهي. طيب ممكن بس يا 3 هكتبك على جنب. تعالي كده سنه، بس انا خايف منك لحسن تتحسفي. ربنا يسترها. هنصغر كده واحاول على قد ما الله الله الله. تمام. تعالى اهي. يلا يابا هتعمل كده، دي كده تنزل كده تعمل سيركل. اهي كتبت 3 اهو عشان ما تزعلش. من ال 3 لحد النيجاتيف انفينيتي. هتفضل بقى تمشي كده ولا كده؟ لا كده يابا لحد النيجاتيف انفينيتي. تمشي كده يابا. ماشي. ونعمل ايه؟ ونظلل. ماشي. طيب انا احب نعمل باللون ده. ماشي. يا نهار ابيض، ماله كبيره وكده ليه؟ ماشي. نحب تعالى دي كده دي. الله، هي ليه بتعمل كده؟ مش مشكله مش مشكله. نعمل السيركل بتاعتنا اهو تاني اهي لحد النيجاتيف انفينيتي. لما نيجي نظلل بس كده يا معلم نبقى خلي بالنا اهو. مش عايز الونك انت، ما انت اوبن صح ولا لا؟ اوبن يابا. هي عافيه ولا ايه؟ اوبن. وسميناها الواي. ماشي.
ماشي، يبقى اللي فوق اكس واللي تحت واي. طيب مطالبك يا باشا، قال لك عايز اليونيون وعايز الانترسكشن وعايز الديفرنس وعايز واي داش. ايه يا مستر كل ده؟ ايه ده؟ بص بقى ركز معايا، والله ان شاء الله سهله وبسيطه باذن الله. انت عايز تجيب مين؟ اكس يونيون واي. ماشي صح كده؟ المالة بقت عامله زي الكاس كده ليه؟ ماشي. اكس انترسكشن واي. ماشي. بعد كده انت عايز اكس ديفرنس واي واي ديفرنس اكس. بتجيب مطالبك وعايز واي داش في الاخر. ركز بقى معايا والله العظيم ثلاثة، السؤال ده هو المنهج، هو الدرس، فهمت الدرس، ما فهمتوش فما فهمتش الدرس، وضاع منك سؤال في الامتحان. ركز معايا فيه. بص يا معلم، يلا بينا اكس يونيون واي، يعني هاخد كل اللي في اكس وكل اللي في واي متظلل، يعني سواء فوق او تحت، يعني بس اهم حاجه يكونوا كونكتد متصلين ببعض كده، يعني كل الحته دي متظلله. بدايتك من الشمال، ايدك يابا اهو، من نيجاتيف انفينيتي لحد 3. اوبا الحمد لله. مش مشكلة. بص يا معلم، بدايتك تبقى مثلا من كام؟ من نيجاتيف انفينيتي لحد 3. يلا يابا، نيجاتيف انفينيتي لحد 3. طيب انت يا مستر انت دايما نيجاتيف انفينيتي ايه؟ اوبن ياب، مديها ظهرها كده. طيب يا 3 انت اوبن ولا كلوز؟ تقول له انا كلوز، يبقى هي يابا كلوز، فتديها وشها كده، لو زعلانه منها اوبن تديها ظهرها. اتفقنا؟ ماشي. انترسكشن يعني ياخد اللي فوق واللي تحت اللي متلون يابا، من نيجاتيف 1 تمام لحد الحته المتلونه اللي فوق وتحت. دي من نيجاتيف 1 لحد كام؟ 3 حبيبي، من نيجاتيف 1 لحد 3 يا محترم. طيب نيجاتيف 1 لحد 3. انت مالك يا 1؟ انت يا نيجاتيف 1 انت كلوزد يابا، يلا و3 كلوزد. ماشي. يعني ايه بقى دي ركز معايا عشان الناس بتتلخبط فيها. اكس ديفرنس واي، يعني ايه ديفرنس واي؟ يعني مين اللي في اكس ومش في واي؟ مين اللي موجود في اكس؟ يبقى عيني تبص على الاكس ومش في واي. تقول يا مستر ده الاكس كلها موجوده في الواي، اقول لك غلط. ليه يا مستر؟ متاكد يا مستر؟ يا ابني متاكد؟ عيب يابا الكلام اللي انت بتقوله ده يا مستر. ازاي ده الاكس كلها موجوده في الواي ايه؟ ما عدا، شايف انت 3 دي؟ موجوده فوق اهي، بس مش موجوده تحت اوبن. الواي ما فيهاش ال3. بص كده، الواي ال3 اوبن يعني مش معاها، فيبقى اكس ديفرنس واي ابقى عباره عن ال3 بس. يا نهار ابيض، الحته دي تقيله قوي. طيب تعال نشوف المطلوب اللي بعديها، واي ديفرنس اكس، يعني مين اللي في واي ومش في اكس؟ مين اللي في واي مش في اكس؟ الحته دي اللي موجوده في واي ومش موجوده في اكس، صح؟ الحته دي بالظبط. تمام. اللي هو بص مثلا هكتبها من نيجاتيف انفينيتي لحد دي اللي موجوده في الواي ومش موجوده في الاكس، مش موجوده فوق حاجه فوقيها، يبقى من نيجاتيف انفينيتي لحد ال1. طيب ادي نيجاتيف انفينيتي لحد مين؟ لحد ال1. طيب النيجاتيف انفينيتي دايما اوبن. ال1 يا معلم سوري ده نيجاتيف 1 يابا. ماشي، نيجاتيف لحد نيجاتيف 1. بص بقى عشان ما تقوليش ما كلوز دي ننزله زي اليونيون وانترسكشن، واحده عليا. انا عايز اللي موجود في واي ومش موجود في اكس. يا نيجاتيف 1 انت موجود في الواي
بس لازم تبقاش موجود في الاكس. هل انت موجود في الاكس؟ لا انا موجود في الاكس. طالما موجود في الاكس يبقى ما اخدوش، مش هاخدك معايا. ما انا عايز مين اللي موجود في الواي ومش موجود في الاكس. ده هو النيجاتيف 1 موجود في الاكس يابا، موجود اهو، صح ولا لا؟ كلوز، فاضطر افتحه خليه اوبن يابا. طيب يعني ايه واي داش؟ يعني واي داش يعني الار ماينس الواي. يعني ايه؟ اي نمبر على خط، شايف انت الفتره كلها ما عدا الواي. يعني اي حاجه على النمبر لاين ما عدا الواي. خبي كده يابا الواي دي كلها، مش الواي دي كلها، خبيها. مين الحته اللي مش موجوده؟ دي، صح؟ دي بالظبط من ال 3 لحد الانفينيتي. يا مستر دي من ال 3 لحد الانفينيتي. انت دايما اوبن، انت بتريحيني. الانفينيتي ونيجي الانفينيتي دي سهله قوي. 3 واحده واحده. انا بقول اي حاجه ما عدا مين؟ الواي. يا 3 انت موجوده في الواي؟ لا يا مستر انا مش موجوده، انا اوبن. خلاص هاخدك معايا، خلاص ما تعيطيش، انا هاخد ال 3 معايا. فهمت يا حاجه؟ فاهم يابا؟ طيب تعالى ناخد سؤال كمان. ماشي، يعتبر اخر سؤال من المسائل دي. خلاص هانت يا بطل ان شاء الله باذن الله. هانت. طيب بص يا معلم، مديك انترفال من نيجاتيف 4 و5 و3 لحد الانفينيتي، والزد مديك اللي هو كام؟ 3 و4. طيب تعالى نعمل كده اهو، هنعمل نمبر لاين جميل اهو. ايه ده؟ ايه التحفه ده؟ هنعمل كده اهو، بسم الله ما شاء الله لحسن يتحسد. وبعدين نعمل كده اهو على اليمين انفينيتي اهو، على الشمال نيجاتيف انفينيتي. طيب النمبر بتاعتي نيجاتيف 4 5 3 انفينيتي. طب منين اصغر؟ وهنا في 3 و4 طبعا، بس دي ست. ركز معايا، مش انترفال، ركز معايا. دي ست يعني 3 و4 بس. لكن هنا مديك ايه؟ من 3 لحد الانفينيتي، وهنا مديك نيجاتيف 4 لحد ال 5. طيب دول انترفال. طيب واحده هنعمل ايه؟ هنكتب النمبر بتاعتي. اول حاجه عندي مين اصغر واحد؟ اللي هو 3. اكتب 3. طيب وبعد 3 هكتب مين؟ لا سوري، اصغر نمبر يابا نيجاتيف 4. نيجاتيف 4. الحمد لله ما لمسناش الخط. ماشي، ادي نيجاتيف 4. هو مالها؟ الله، هو تهيس اخر اليوم. الحمد لله. يلا بينا. ده يابا نيجاتيف 4. طيب بعد نيجاتيف 4 3 5 ادي 3، وهنا مثلا 5، وهنا يابا الانفينيتي بتاعتك. ماشي، اول حاجه نعمل اكس من نيجاتيف 4 لحد 5. نيجاتيف 4 اعمل سيركل يابا، 5 اعمل سيركل يابا. ماشي، وبعدين الاثنين يابا كلوزد. حبيب قلبي ريحتني، الله يكرمك. هنا يابا كلوزد اهو يابا. ماشي، وتوصل بينهم كده اهو. تمام. عايز بقى تلون باي لون، بس انا هنعملها اهو بالايه؟ باللون المسفري الجميل ده. ماشي زيك كده، ونسميها اكسايه. طيب الواي من 3 لحد مين؟ الانفينيتي يابا. طيب انت عندك، ركز معايا، من 3 لحد الانفينيتي هننزل يابا كده اهو عند 3 اهو، نعمل سيركل عشان تبان بس لحد الانفينيتي. ماشي يابا اهو، نعمل سهم اهو. طيب بص يا مستر، ال 3 هنا مالها؟ كلوزد. ماشي يابا اهو كلوزد. ماشي، ولونهاني، الون انا باللون ده. مش عارف انا ايه جيتي في اللون ده. ونسميها واي. نسمي ده ايه؟ الواي. طيب بعد كده مديك حاجه جديده، زد. الزد دي ست بتتكون من 2 نمبرز 3 4 بس. يعني هتيجي عند 3 وال4
بس. ده احنا ما حطيناش الفور. طب ماشي. طيب الفور هنا ايه؟ الفور هنا بين الفور والفايف، بين 3 والفور. فالفور هنا عباره عن 3 و4 بس. طيب ادي 3 هنعمل بوينت كده ليها يابا. بوينت مثلا نخليها بالازرق. 3 و4 بس. ادي الفور، ادي 3 وادي الفور. ده مين ده؟ ده الزد اللي انا عامله باللون الازرق ده. ده الزد. ماشي. انا بحاول اوضح لك الدنيا اهو. معايا 3 رموز اكس واي زد. اكس فوق، زد اكس فوق، واي تحت، والزد على النمبر لاين. ماشي. يلا بينا. اشتغل مسألتك عادي يابا. عايز اكس يونيون واي، اخد كل اللي في اكس وواي من هنا لهنا يا مستر. صح؟ من نيجاتيف 4 لحد الانفينيتي. نيجاتيف 4 انت دايما اوبن. النيجاتيف 4 مالها كلوز. قلت له يا مستر ما لو كلوز خليها اوبن. يا الكلام ده في الديفرنس وفي الحته اللي بتبقى موجوده فوق وتحت في الديفرنس والداش. ركز بس معايا. طيب يخرب بيتك جت الديفرنس ريتها. خليك على جنب دلوقتي. تعال نروح للانترسكشن. طيب اللي هي موجوده فوق وتحت. مين اللي موجوده فوق وتحت من اكس وواي؟ الحته دي. الاصفر واللون البيربل ده. طيب اللي هو ده بنفسجي ده ولا ايه؟ ما علينا. من 3 لحد ال 4 صح؟ الحته دي بالظبط موجوده فوق وتحت يابا. اللي هو من 3 لحد ال 5. 3 لحد ال 5. ال 3 كلوزد وال 5 كلوزد. هنا عايز ايه؟ اكس ديفرنس واي. يعني مين اللي في اكس ومش في واي؟ مين يا ترى اللي في اكس ومش في واي؟ يعني بص عيني تدور على الاكس. كل ده موجود في اكس ومش موجود في الواي. كل الحته دي صح ولا لا؟ يعني من نيجاتيف 4 ل 3. من نيجاتيف 4 ل 3. طيب النيجاتيف 4 ماله؟ كلوزد. طيب ليه؟ هل النيجاتيف 4 موجود في الواي؟ مش موجود في الواي. فينزل ازاي؟ ما هو يا 3 انت موجوده في الواي؟ قالت له انا موجوده في الواي. طب خليكي مع الواي تنفعك. خلاص مش هاخدك معايا عشان قلت اللي موجود في الاكس ومش في الواي. ماشي. اكس ديفرنس واي اللي موجود في الاكس ومش موجود في الواي. طيب هنا واي ديفرنس زد. مين اللي موجود في الواي ومش موجود في الزد؟ تعال نشوف يا معلم. مين اللي موجود في الواي مش موجود في الزد؟ ادي الواي. الزد اللي هم الرقمين دول. صح ولا لا؟ تقول له يا مستر اللي موجود في الواي ومش موجود في الزد الحته دي كلها. صح ولا لا؟ هتيجي تقول لي بقول لك ايه بس عايزين نتاكد ان الزد دي 3 و4 بس. تمام. طيب واي مش موجود في الزد. هتقول لي بقول لك يا مستر ده اذا كان الزد دي عباره عن 3 و4 بس. صح؟ ده الزد دي عباره عن 3 وال4 بس. انا هشيلهم. انا اعمل ايه؟ اشيلهم. طب ما تشيلهم يا مستر. طيب يبقى الحته اللي بينهم دي معايا والحته اللي بعدهم معايا. لا مش فاهم. تاني الحته اللي بينهم دي يعني اقول له ايه؟ 3 و4 الاثنين مالهم؟ ركز معايا. الاثنين اوبن. يونيون الحته اللي بعدهم من الفور لحد الانفينيتي. انت دايما اوبن ومن الفور لحد الانفينيتي. الفور طبعا ايه؟ اوبن. تمام؟ طيب هنا ركز معايا. عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب واي داش. ويعني واي داش خب الواي. يعني الحته اللي قبل الواي دي يا مستر من نيجاتيف انفينيتي لحد 3. من نيجاتيف انفينيتي لحد 3. النيجاتيف انفينيتي دايما اوبن. ال 3 كلوز. وانا بقول له انت يا 3 انت مع الواي؟ خليها تنفعك مش هاخدك معايا. اوبن. واي ديفرنس اكس. مين اللي موجود في الواي مش موجود في الاكس؟ الحته دي لحد بص عيني ببص على الواي. كل بدايتك او كل ده موجود في الاكس يا مستر. كل ده من اول هنا لهنا. يعني من اول ال 5 لحد الانفينيتي. من اول ال 5 لحد الانفينيتي. انفينيتي انت اوبن وال 5
مالها بقى؟ موجوده في الاكس، خليها تنفعك. خلاص مش هاخدك معايا، تبقى اوبن. ماشي يا رجاله؟ ماشي. مش فاضل غير حاجه بسيطه جدا، تعالى كده ناخدها بالمره اهي. بص يا معلم، عشان لو جاب لك شويه مسائل تشوز تبقى انت متدرب عليها. مش صعبه ان شاء الله، بسيطه وسهله جدا يعني. بص يا معلم، انت عندك نيجاتيف 1 و3 انترسكشن 0 و4. اعمل يا عم النمبر لاين بتاعك بسيط وسهل ان شاء الله. ماشي. نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 و1 0 4. نيجاتيف 3 وادي بعد كده الزيرو، بعد كده ال1، بعد كده ال4. احطها هنا بقى اي حاجه بسرعه. يلا نيجاتيف 3 لحد ال1. نيجاتيف 3 كلوز، ها كله كلوز لحد ال1. ماشي. وادي اهو يابا، وماشي. والثانيه من 0 لحد ال4. انت 0 عشان انزل كده يابا، وهنحط الزيرو جنبها ايش، وادي ال4 انزل كده يابا وحط ال4 جنبها. المهم وادي الاثنين كلوز اهو. ماشي. ادي ده دي فوق اهي، والثانيه اهي. ماشي. انت عايز مين؟ عايز الانترسكشن. كل ده عشان نجيب الانترسكشن. يبقى مين ومين؟ بين الزيرو وال1 يابا. الاجابه وضحت لك قوي، بين الزيرو وال1. من الزيرو وال1 كلوزد. طيب السؤال زي ده، بص بقى ركز معايا. بيقول لك الانترفال من نيجاتيف 2 لحد ال5. يونيون يعني ضيف له الاليمنت 2 بس والاليمنت 3 واحده. هو نيجاتيف 2 موجود؟ لا مش معايا في الانترفال، فانا بقول له ضيفه. ف بدل ما يبقى اوبن يبقى ايه يابا؟ يبقى كلوزد، فانا هخليه كلوزد. ماشي تمام. ده اول حاجه. بيقول لي ضيف لي 3 مش من ال2 لحد ال5. 3 موجوده؟ يا مستر موجوده. خلاص يا باشا، خلاص يبقى 2 and 5 بس. يبقى فين؟ سوري دي نيجاتيف 2. يبقى نيجاتيف 2 لحد ال5. فين نيجاتيف 2 لحد ال5 اهي. طيب السؤال اللي بعده، مديك انترفال وبيقول لك شيل منه، بيقول لك شيل منه السيتس دي. ايه ده؟ تعالى بص كده واحده. من ال2 لحد ال5 بيقول لك شيل منها اللي، يلا السؤال ده حلو قوي يا لو ده لو قعدت اقوله من لحد الصبح. والله سؤال جميل قوي. يعني انا بحب الاسئله اللي فيها فكره كده ولذيذه، ممكن تشوفها تتخض تقول ايه ده. بص من ال2 لحد ال5 ادي 2 وادي ال5. ماشي يا معلم؟ ماشي. دي كلوزد ودي كلوزد. ماشي. ووصل اللي بينهم ولون يا معلم. ماشي اهو. لو قلت لك كده بيقول لي بقى شيل مين؟ بيقول لي شيل اللي بين ال2 وال5. بيقول لي كنسل اللي بين ال2 وال5. شايف ان انت لو انتوا ده كله كنسله لي. كنسله. حلو. هيبقى لي مين؟ ال2 وال5 بس. ما انا بيقول لي شيل اللي بينهم. شيل اللي بين ال2 وال5 لانه بيقول لي دول اوبن. بيقول لي شيل اللي بينهم بس. فلما اشيل اللي بينهم يبقى لي 2 و5 بس. فيبقى اتبقى لي الست عباره عن 2 5. سؤال محترم قوي، وسؤال لو جه في امتحان هيوقع ناس كتير. طيب كده يا شباب، الحمد لله خلصنا ليسن 2 عندك في المنهج. درس محترم فيه افكار تقيله. فيديو انا عارف ان الفيديو ده بالنسبه لك فيه شغل كتير. في ناس تعتبره اصعب درس في المنهج، بس والله باذن الله مع كتر الحل والله الدنيا هتبقى بسيطه. بس انت عشان ممكن اول مره تتعرض له. واحد يقول لي ممكن يا مستر ده الدرس لذيذ وجميل. ماشي يا عم. واحد يقول لي يا مستر ده انا لسه 80% او لسه محتاج احل عليه اكتر. تمام ان شاء الله هنحل عليه اكتر باذن الله في الفيديوهات الجايه باذن الله. فما تنساش تدعمنا بسبسكرايب ولايك، واشوفكم على خير باذن الله. بس اقول لك حاجه بس ان شاء الله باذن الله، اوعى تقلق من ماس تاني. اوعى تقلق من ماس. ان شاء الله باذن الله الماس هيبقى سهل باذن الله، بس طول ما انت بتذاكر وتتابع معايا اول باول. ماشي يا ابطال؟ يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.